حاسس بالملل والارهاق، حاسس ان حياتك واقفه ومش بتتقدم مهما عملت، كمان مش قادر تحقق حاجه جديده في حياتك. ليه يا ترى؟ هو انا عندي اكتئاب ولا ايه؟ لا، انت ما عندكش اكتئاب ولا اي حاجه. كل الموضوع ان كتير مننا بيصحى كل يوم بيعمل نفس الحاجات، نفس الشغل، نفس الطريق، ونفس الاماكن. النتيجة إن العقل بيبدأ يفقد الإحساس بالإثارة والحافز، وده بيخليك متوتر ومضغوط، بناء عليه بتقف مكانك ومفيش حاجة جديدة مهما مر الزمن عليه. فكل الموضوع يا عمنا راجع للروتين المتكرر. الروتين المتكرر بيخليك تفقد شهيتك لأي حاجة. مش المقصد هنا الأكل، لا، المقصد هنا إنك بتفقد شهيتك لإنجاز أي شيء في حياتك، فبتحس إن حياتك مملة ومتكررة. حتى على مستوى العلاقات الروتين بيقتل التواصل وبيخليك منعزل عن العالم، مفيش مساحة للمرح أو المغامرة، ولذلك بتكون في دايرة بتلف فيها إلى ما لا نهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمر من قناة عمر أبو غنيمة، مقدم محتوى علمي تطويري يفيدك دنيا وآخرة بإذن الله تعالى. قبل ما نبدأ في أي شيء ما تنساش إخواتك واللي بيحصل معاهم، فحسبي الله ونعم الوكيل في الظلم والظالمين. كلنا بنعيش حياة يومية مليانة شغل، مليانة مذاكرة ومشاغل بتتكرر كل يوم، بس عمرك فكرت إن الروتين ده ممكن يكون السبب في إحساسك بالملل والإرهاق، وسبب في عدم مقدرتك لتحقيق أي حاجة جديدة في حياتك وأهدافك؟ النهاردة هنتكلم عن أهمية تنويع الأنشطة اليومية، وهنتناول الحلول والخطوات للخروج من الروتين المتكرر، واخيرا ازاي تخلي التنويع عاده في يومك. بدون رغي كتير يلا بينا نبدا في اول حاجه. واحد، ازاي تخرج من دايره الروتين المتكرر؟ الحل بسيط وواضح، فلازم تخرج من منطقه الراحه وتجرب حاجات جديده. يعني مثلا بدل ما بتنزل الشغل من نفس الطريق، جرب تغير الطريق او تركب وسيله مختلفه. يبان كلام بسيط، بس صدقني تطبيقه بيعمل تاثير كبير جدا في حياتك. وحابب انوه قبل كل شيء ان التنويع مش معناه انك تغير حياتك كلها مره واحده، لا طبعا، الموضوع بيبدا بخطوات بسيطه وصغيره جدا. ففي الاول جرب تضيف حاجات بسيطة ليومك، زي انك تقرأ 10 صفحات من كتاب او اي موضوع انت بتحب تقرأه. عن تجربتي الشخصية وتجربة غيري، القراءة بتخليك سعيد جدا في عز الضغوطات وعز التعب، وبترفع من مستوى الدوبامين وهرمونات السعادة في الدماغ. وطبعا ما تنساش تقرأ في المصحف قبل كل ده، وتخلي ليك ورد يومي ولو صفحة واحدة بس. برضو ممارسة الرياضة بصفة متجددة، يعني حاول تنوع ما بين الجري او الجيم او لعب اي لعبة انت بتحبها. ابدأ برياضة واحدة مقربة ليك وهتكفيك ان شاء الله في البداية. الحل برضو انك تتعلم مهارة جديدة، سواء كان لغة جديدة أو مهارات شغل. وقد ذكرنا في الحلقة اللي فاتت أهم المهارات اللي ليها دخل كويس في 2025. الحلقة هتظهر لك هنا على الشاشة، إذا حابب تسمعها اسمعها. رقم 2 معانا، ليه تنويع الأنشطة اليومية مهم؟ فخليني أوضح في النقط الجاية. أول نقطة، بيحسن الحالة النفسية. لما بتجرب حاجة جديدة بتحس بشعور مختلف، شعور مختلف عن العادي، مش ده اللي أنا بحسه كل مرة. وده طبعا لأنك بتكسر الروتين المتكرر وبتضيف لحياتك حاجة جديدة، حاجة ممتعة ومفيدة. تاني نقطة، بيزود من الإنتاجية والإبداع. لما دماغك يتعرض لتجارب جديدة وحاجات خارج عن المألوف، ده بيحفزها تشتغل بشكل أفضل وتطلع بأفكار إبداعية أكتر. هضرب لك مثل بسيط. أنت أول ما اتعلمت السواقة كان لازم تبص على كل حاجة أنت بتعملها، صح ولا لأ؟ لكن مع الوقت وتدريجيا بتعمل الحاجة من غير ما تبص أنت بتعمل إيه. بتحط إيد على المقود وإيد على عصاية الغيارات، وبتدي غيار للعربية، بتزود بنزين، وبتعمل كل ده من غير ما تبص. كمان بتحط رجلك على الفرامل والدبرياش من غير ما تشوف أنت بتعمل إيه. وهكذا الأمر، وده كله راجع لأنك كونت خلية عصبية جديدة بالمعلومة الجديدة اللي انت اتعلمتها، ان مثلا البنزين تحت رجلك اليمين، الدبرياج تحت رجلك الشمال، وهكذا الامر. وكل ده مثبت علميا وتحليليا، لان مع كل تجربة جديدة بتنشط عندك العصبونات الدماغية، وبتضيف لدماغك ترابط عصبي حسي جديد، وبتخزنها عندك في العقل اللاواعي، مما يخليك تعمل حاجة لا اراديا ولا شعوريا. فيا ريت لا شعوريا دلوقتي ايدك تنزل تحت وتدينا لايك واشتراك. ثالث نقطة، بيحسن الصحة الجسدية والنفسية. التنويع بيخليك تتحرك اكتر، فبتبذل مجهود اكبر، ومع كل حركة انت بتتحركها جسدك بيستفاد بدنيا. وبسبب الحركة أو المشي أو النظر والتأمل في خلق الله من الطبيعة والخضرة والماء والسحب والمناظر الطبيعية، ده كله بينشط عندك هرمونات السعادة والنظام الهرموني عامة، فبيحسن الحالة النفسية والمزاجية. ولو حبيت يا عمنا تحسن من حالتنا النفسية، اضغط لايك واشتراك في القناة وتعالى بينا نكمل. رابع نقطة معانا، تحسين حياتك الاجتماعية. لما تجرب حاجات جديدة هتلاقي نفسك بتتعرف على ناس جديدة، وده بيفيدك علميا ودينيا ودنيويا، لأنك بتكتسب خبرات وتجارب من ناس تانيين. فالموضوع بيبقى مش مقتصر على الخبرات والناس اللي انت عارفها بس، لا، الموضوع بيتوسع وتكتسب وتتعلم خبرات من ناس تانية. كان في حكمة بتقول: الذكي
الذكي هو من يتعلم من أخطاء وتجارب الناس، أما العادي هو من يتعلم من أخطائه فقط. فخليك ذكي وعيش حياة اجتماعية صحية مع ناس تفيدك في الحياة الدنيوية والدينية، فعيش حياة تبتغي فيها مرضات ربنا سبحانه وتعالى. رقم 3، إزاي تخلي التنويع عادة يومية. فعشان تطبق التنويع وتكسر الروتين المتكرر، أول نقطة استغل أوقات الفراغ. بدل ما تقضي وقتك على الموبايل بس، استثمر الوقت ده في تعلم مهارة جديدة أو ممارسة هواية أنت بتحبها ومفيدة ليك، أو إنك تقعد مع ربنا وتتكلم معاه عن همومك ومشاكلك. فالسؤال هنا، آخر مرة قعدت مع ربنا كان امتى؟ تاني نقطة، خطط يومك. قبل ما تنام فكر في حاجة جديدة ممكن تعملها بكرة واكتبها في ورقة أو أجندة صغيرة، حتى لو هتعمل حاجة صغيرة زي إنك تسمع تفسير آية أو حديث نبوي، أو تيجي على نفسك وتروح تزور قرايبك. كمان ممكن تشوف حد محتاج وتشوفه محتاج إيه، لأن أنا وإنت والله اللي محتاجين لحاجة زي كده مش هم. ثالث نقطة، شارك الآخرين. التنويع بيبقى ممتع أكتر لما تعمل الحاجة دي مع أصحابك أو حد بتحبه. جرب تعمل أي حاجة جديدة أو حاجة بتحبها مع حد، لأن ده هيساعدك إنك تكمل وتستمر في الحاجة دي، سواء تتعلموا مهارة سوا أو تخرجوا وتطبخوا في مكان وطبيعة جميلة. رابع نقطة معانا، وخلي بالك النقطة دي مهمة. رابع نقطة، ابدأ بخطوات بسيطة. ما تحاولش تضيف كل حاجة مرة واحدة، جرب نشاط جديد كل أسبوع وما تزودش نفسك فوق طاقتها. فالمهم اختار اللي يناسبك ودايما ابدأ بالسهل، وحط تحت الكلام ده 1000 خط عشان تبدأ صح. خامس نقطة ودي الأهم، كافئ نفسك، ودي أهم حاجة عشان تستمر. بص يا عمنا، لو أنت بتلعب لعبة بتحبها وكل ما تكسب جيم مش بتاخد جايزة على الجيم اللي أنت كسبته، هل هتستمر في اللعبة دي وتفضل تحبها؟ هل هتكمل فيها وتلعبها تاني؟ طبعا الإجابة معروفة. فدايما الجايزة بتخليك تكمل، بتخليك تبدع أكتر وتستمر في الشيء ده. لما تجرب حاجة جديدة وتنجح فيها كافئ نفسك بأي شكل، ده هيخليك مستمر ومتحمس دايما لأي تجارب جديدة في حياتك. وأخيرا عشان نتعلم صح لازم نتعلم من خير البشر. خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان سيدنا محمد في بيته بيخدم نفسه ويحلب شاته ويرقع ثوبه ويخصف نعله، فإذا حانت الصلاة خرج إلى الصلاة وصلى بالناس وجلس مع أصحابه واستمع إلى شكواهم وعلمهم أمور دينهم. كان سيدنا محمد بيساعد أهل بيته في كل حاجة تقريبا، وكان بيساعد الناس وبيساعد الصحابة، فإحنا أحسن منه في إيه؟ وحينما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، فقالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. رواه أحمد وصححه الألباني. فكان دايما سيدنا محمد متنوع في حياته وكان بيساعد الناس. وفي النهاية تنويع الأنشطة اليومية مش مجرد رفاهية، دي حاجة ضرورية لتحسين حياتنا النفسية والحياة الاجتماعية عامة. الحياة قصيرة وما تستاهلش إننا نعيشها بنفس الشكل كل يوم. جرب ونوع وغير واكتشف حاجات جديدة عشان تعيش حياة صحية وسعيدة. مستني تجاربك ورأيك في التعليقات، وما تنساش طبعا اللايك والاشتراك في القناة، وأشوفك بإذن الله في الحلقة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.